بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد. فيديو بعنوان ماذا يحدث في الزمالك. فيديو بعنوان فين ولاد النادي. فيديو بعنوان الزمالك بيقع وكله بيتفرج. ماذا يحدث في نادي الزمالك؟ انا كواحد مشجع، انا ليا الحق اعرف ايه اللي بيحصل في النادي بتاعي. ليا الحق اعرف انا ليه وصلت لكده. ليا الحق اعرف مجلس الاداره بتاعي بيعمل ايه. ليا الحق اعرف فين ولاد النادي اللي الزمالك ياما اداهم، ياما خدوا فلوس وخدوا شهرة وخدوا دعم. فين الناس دي كلها؟ مش موجودين. كله شايف الزمالك بيقع قدامهم وكله سالت ايده. طيب، مجلس الإدارة، هو انت لما كنت جاي، لما قدمت على الانتخابات بتاعت رئاسة النادي، هل انت دخلت النادي اتفاجئت بالحاجات اللي موجودة؟ هل انت جيت المجلس اللي قبلك كان ضحك عليك في حاجات معينة؟ انت داخل نادي الزمالك وعارف كل كبيرة وصغيرة من اللي بتحصل، وعارف جميع مشاكل نادي الزمالك، وانت بنفسك كنت بتطلع تقول انا هقدر اعدي المواقف دي كلها. طيب انت كمجلس ادارة، اللي انا اعرفه ان الادارة اسمها ادارة عشان بتدير المنشأة اللي هي فيها، ايا كانت المنشأة هي. لو الادارة دي ما قدرتش تدير تبقى فاشلة، تبقى ادارة فاشلة. طيب، انت من ساعة ما جيت ومسكت رئاسة النادي، او من ساعة ما مسكتوا النادي، عملتوا لي انا كمشجع ايه؟ ايه اللي انا شفته منكم يخليني اقول لا مجلس الإدارة ده احنا نصبر عليه؟ تجربة جون إدوار، ان كله طالع عمال دلوقتي يقول لك نفس الاقاويل، كله طالع بيتكلم ان الزمالك وجون إدوار، وممكن جون إدوار يمشي والإدارة بتفكر تمشيه والإدارة تطلع تنفي الكلام ده. طيب انا الراجل ده لو جه مشي، انا هحاسبه بناء على ايه؟ يعني انا لما الراجل ده هجيبه كده واقول له هحاسبه، تعالى بقى انا هحاسبك انت عملت لي ايه، هحاسبه بناء على ايه؟ طب اللعيبه اللي عندي اللي مقصره دلوقتي في الملعب، هحاسبها بناء على ايه؟ طيب الجهاز الفني اللي مقصر وجهاز فني مش قادر يقرا الملعب وقدم لي مستويات مضحكه، انا هحاسبه بناء على ايه؟ يعني كل المنظومه انا هحاسبها بناء على ايه؟ انا هحاسب واحد ما بياخدش فلوس؟ هحاسب واحد هو مش معاه الموارد، او مش في ايد، او مش واقف على ارض صلبة، مش عارف يشتغل؟ هحاسبه بناء على ايه؟ انت مطالب كمجلس ادارة تحل لي الازمات دي كلها. يعني ايه نادي الزمالك قرب يعلن افلاس؟ يعني انا مش فاهمها يعني ايه. هو انتوا مدركين يعني ايه نادي الزمالك؟ هو انتوا فاهمين يعني ايه نادي الزمالك، او يعني ايه كيان اسمه نادي الزمالك؟ ولا انتوا ما حدش فاهم؟ انت مدرك يعني ايه انا كنادي الزمالك ما شاركش في افريقيا لليد عشان خاطر معيش فلوس؟ انت مدركين يا جماعه احنا واصلين لفين؟ انا محتاج حد يطلع يوضح لي ايه اللي انا فيه. انا محتاج حد يطلع يوضح لي انا مشاكلي ايه وحلها ايه. الحل ده بتاعك انت، مش بتاع انا ماليش دعوه. انا كمشجع انا ماليش دعوه بالمشاكل اللي عندك او بالمشاكل الاداريه اللي انت فيها، لان زي اسمها مشاكل اداريه، وانت اداره، فانت مطالب اللي انت تحل المشاكل دي كلها. مش قادر تحلها، امشي بقى خلاص. انا فرحتي ان 90% من المجلس رجال اعمال، والنادي طالع بيقول انا هعلن افلاسه، او طالع، او الاعلام 90% منه طالع بيقول لك الزمالك قرب يعلن افلاس. انتوا مدركين يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا مدركين يعني ايه انا كواحد زملكاوي افتح الفيس، او افتح سوشيال بقى، او افتح ايا كانت هي ايه،
الاقي ضحك عليا والزمالك هيقرب يعلن افلاس، وانا لا، النادي الاهلي يساعد النادي انتوا مدركين يا جماعه احنا واصلين لايه؟ انتوا مدركين انا في ايه؟ ده اسمه ايه؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم حاجه. انا هفضل انا هفضل في اللي انا فيه ده لحد امتى؟ يعني انا هفضل انا عايز اشجع كوره، انا عايز اتفرج على كوره. انا هفضل لحد امتى؟ اصل عندنا مشاكل، اصل لعيبه بتمشي، اصل ده اللاعب ده الفلاني هيشتكي النادي عشان ما بياخدش فلوسه، اصل المدير الفني هيمشي عشان ما بياخدش فلوس، اصل فلان بعد ما مشي وفسخنا العقد بتاعه فرفع علينا قضيه. ده الفيفا قربت تفتح فرع جديد في مصر بسبب الزمالك، هتسميه الزمالك للفيفا. انتوا بتتكلموا في ايه يا جدعان؟ انتوا مدركين احنا واصلين لفين؟ انت فين كمجلس اداره؟ انا محتاج حد منكم يطلع يشرح لي انا فين، انا بعمل ايه، انتوا بتعملوا ايه، ولا انا بعمل ايه، ولا انتوا مين واحنا مين؟ ولاد النادي فين؟ ولاد النادي اللي انت بطالع كنت بتنتقد في البدايه تجربه جين ادوار وازاي يجيب ناس من بره النادي، وفين ولاد النادي، وفين مش انت فين دلوقتي؟ انت ياما خدت من النادي، وياما النادي اداك، وياما خدت تشجيع، وياما خدت دعم، وياما خدت. انت لابس البدله اللي انت لابسها دي عشان كنت لاعب في نادي الزمالك. انت قاعد بتحلل ماتشات، او قاعد في فيلل، او معاك عربيات، او مدخل ولادك احسن تعليم، ربنا يرزقك كلهم وربنا يكرمك فيهم كلهم من خير نادي الزمالك. يعني انا كمطالب كجمهور، انا كواحد من الجمهور، مرتبي مثلا 3 4000 جنيه او 5000 جنيه او 6000 جنيه، اطلع من جيبي ادي للنادي عشان يدي لعيبه او يدي حد بياخد ملايين؟ طب ده كلام يعني ده كلام معقول؟ يعني ده كلام حد يعني يستوعبه؟ وتقول اصل انت يعني دوري كمشجع، انا دوري كمشجع اللي انا ادعمك وافضل في ظهرك واساندك، بس المشاكل الاداريه ديت انا ماليش دعوه بيها. اصل الارض لما اتسحبت عملت ازمه، ولما لما الارض ترجع كل مشاكل الزمالك هتتحل. حلو، كلام جميل، انا مقتنع بيه. طب انت كرجل اعمال، ما تطلع من جيبك حط في النادي، كلكم طلعوا من جيبكم حطوا في النادي، ولما الارض تيجي خد الفلوس. مش انت واثق ان اللي هيحل لك ازمتك كلها الارض؟ وطالع بتقول ان انت الارض والورق بتاعك صحيح 100%. طب طلع من جيبك بقى كمجلس اداره وحط في النادي، ولما الارض ترجع لك خد الفلوس. مش هقول لك حاجه، طالما المشكله كلها في الارض، طالما ان الارض هي اللي هتحل لك مشاكلك كلها، طلع من جيبك ودي وادفع، ما انت بتاخد برضه. فدي ده اسمه ايه؟ انا محتاج حد من الاداره يطلع يشرح لي ويفهمني ايه اللي انا فيه ده، واخره ايه وحله ايه. ومحتاج حد من ابناء النادي يطلع يعرفني ويرد عليا يقول لي احنا مش جنب النادي ليه. النادي ليه حق عليك، النادي ليه حق عليك، زي ما انت كان ليك حق في النادي وخدته، النادي ده برضه ليه حق عليك. مفيش حاجه اسمها نادي هيفلس. انتوا ده نادي الزمالك يا جدعان، افهموا، قالوا الكلمه ده نادي الزمالك. انا نادي الزمالك، انا نادي الزمالك اللي بقالي اكتر من 21 سنه ما باخدش افريقيا، لسه تاني افريقيا محدش قدر يعديني. انا محدش قدر يعديني لا افريقيا ولا محليا. محدش قدر يعديني، انا ما باخدش بطولات في افريقيا، في دوري ابطال افريقيا، بس محدش قدر يعديني في القاره كلها، مش هقول لك في مصر بس، في القاره كلها. هو مفيش غير النادي الاهلي هو اللي معدي. غير كده كل انديه القاره محدش قدر يعديني. انتوا مدركين احنا في ايه يا جماعه؟ حد يطلع يفهمني ايه اللي احنا فيه ده. حد يطلع يقول لي مشاكل الزمالك 1 2 3 4 وحلها 1 2 3 4، وما تطلعش تبيع لي ورق او تطلع تبيع لي كلام. اصل لما الارض ترجع تتحل الموضوع ده كله. طلع من جيبك فلوس، ولما الارض ترجع خدها تاني. سلام عليكم.